بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا الجزء الثالث الذي وعدناكم به إن شاء الله بعجالة عن موضوع التحذير من التكفير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. التحذير من التكفير وخطورته. نسأل الله العفو والسلام، نسأل الله أن يعصم ألسنتنا من تكفير المسلم ويعصمنا من دماء المسلمين. والله يا إخوة، إذا خرج الإنسان من الدنيا وقد عصم لسانه وعصم يده ونفسه من دماء المسلمين فهو في خير. لا يزال المسلم كما جاء في الحديث في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله العفو والسلامة، ونعوذ بالله من دماء المسلمين وأعراض المسلمين. إن شاء الله في هذه العجالة ذكرنا نحن بعض القواعد في اعتمادها كمخرج من تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الأمور يا إخواني الكرام، نحن يعني أقصد المسلمون، نحن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين وهو أعظم نعمة. فربنا واحد، ونبينا واحد، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحد، ومع ذلك للأسف الشديد نجد هذا الاختلاف. ربنا واحد، ونبينا واحد، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، وجميعنا نؤمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان. ألا تكفي هذه؟ وفي الليل والنهار نقول ونتقرب إلى الله ولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقولنا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا 3 مرات في الصباح والمساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ألا يكفي هذا؟ ألا تكفي هذا كله لكي نجتمع على قلب رجل واحد؟ المهم، فإذ من يتقي الله ويريد ذلك، الأدلة موجودة وقواعد العلماء الاستنباطية موجودة. ومن هذه الأمور التي يمكن أن تجمع المسلمين يا إخواني الأعزاء، لازم المذهب ليس بمذهب. وهذه القاعدة تكلم عليها العلماء في الأصول وفي علم المنطق. بل كثير من العلماء يرون أمور كفر، ولكن لا يلزمون بهذا القول غيرهم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. حتى ابن تيمية ممن أخذ بهذه القاعدة، والإمام وكثير من العلماء الإسلام أخذوا بهذه القاعدة: لازم المذهب ليس بمذهب. فكوني أنا مثلا مثل أشاعرة عندما مثلا يأولون الصفات، هل يقصدون من ذلك تعطيل الصفات؟ والذين يؤولون الصفات والذين يأخذون بعدم التأويل، هل هم يقصدون التجسيم؟ لازم المذهب ليس بمذهب. ولذلك نحن عندنا، ولعل إن شاء الله نفرد لنا حلقة يعني جزء عن هذا الموضوع. متأخرو الشافعية لم
يكفر حتى المجسمة، وهذا تقريبا المعتمد عند ابن عبد السلام وغيره. حتى المجسم عندنا لا نكفره لهذه القاعدة. لازم المذهب ليس بمذهب، واللي إن شاء الله سنأتي ليها. ذلك موضوع خلق القرآن، إنكار الرؤيا، الأمور هذه اللي دا كل سنة نسمع عنها، وتكفير وتضليل. ونحن الحمد لله بعض الناس يستدلون بأن الإمام الشافعي يقول أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وأصروا. أنا جلست مع بعض الجماعة هم يصرون على أن يجعلوه كفرا أكبر. شوف، نسأل الله العافية. وجبت لهم كلام النووي رحمه الله، وهو من معتمدي المذهب، على أن الكفر كفر نعمة أو كفر دون كفر. ونحن لا نقول حتى بموضوع هذا، لأنه الذين قالوا بخلق القرآن هذه فتنة كانت في الأمة، يقصدون تنزيه الله، والذين لم يقولوا بذلك قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى. المهم نحن كلنا نؤمن أن القرآن كلام الله، ويكفي إلى هنا. أما موضوع نوصل للتكفير، نوصل إلى التضليل، الحمد لله إن أئمتنا الشافعية والمعتمد في المذهب أنه إن صحت هذه الرواية عن الشافعي فهو يقصد كفر دون كفر. فالأمة هذه قضايا أكل وشرب عليها الدهر، وللأسف الشديد ما زلنا نسمع عنها من هنا ومن هناك عند غلاة السلفية. الغلاة هم بلاء الأمة، سواء كانوا من السلفية أو كانوا من الصوفية الأشاعرة أو كانوا من الإباضية أو كانوا من الشيعة. أنا دائما قلت هذا كلام في بعض المقاطع ولا زلت أقول: بلاء الأمة من الغلاة، وخاصة بعض أدعياء السلفية حقيقة للأسف هداهم الله، هم ما يقبلوا الكلام. بعض كذلك من المذاهب والطوائف الأخرى. فموضوع خلق القرآن تعبنا من الكلام فيه، والحمد لله إن المعتمد عندنا إن صح كفر دون كفر أو كفر نعمة لا يدخل ولا يخرج في إسلام المرء، ما بالك نكفر عليه، نسأل الله العافية. فهو قضايا للأسف الشديد يا إخواني، في قضايا مثل الرؤيا ومثل تأويل الأسماء والصفات ومثل خلق القرآن والأمور هذه كلها ليست أصول عقيدة، هذه جزئيات في العقيدة. أنا أذكر في ندوة العلماء العمانيون والأزهريون والقواسم المشتركة التي كانت في عام 2012 في جامعة سلطان قابوس، ويومها حضر الشيخ القرضاوي غفر الله لنا وله، يعني مع احترازنا واحترامنا للشيخ القرضاوي، إلا أنه موقفه من الحريقة العربية ليته ما دخل، ولكن نسأل الله أن يغفر لنا وله، يعفو الله عنا وعنه. لكن الرجل مهما كان يبقى علمه ويبقى مؤلفاته يستفاد منها كثيرا، جزاه الله عنا خير ويغفر الله لنا وله، نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. الشيخ القرضاوي كان ممن حضر هذه الندوة، فأذكر أنه قال وهو على المنصة، قال الشيخ أحمد الخليلي يقول أن القرآن مخلوق، وأنا أقول أن القرآن غير مخلوق. والشيخ أحمد يقول بإنكار الرؤية، وأنا أقول برؤية الله سبحانه وتعالى. والشيخ أحمد يؤول الصفات، وأنا أرى يعني هو مذهب وسطي، كان له تاويل ثم كان رجع وبعدين في الأخير عمل وسطية اعتدالية. المهم يقول يا إخواني هذه الأمور، يعني خلق القرآن والرؤيا والأسماء والصفات، قال هذه ليست من أصول العقيدة، هذه من فروع العقيدة، لا يجوز التكفير عليها، حتى التضليل عليها للدرجة الكبيرة لا يجوز، ناهيك عن التكفير ونعوذ بالله من التكفير. فحقيقة يعني هذا
والقول استحسنه العلماء، ورأيت الوجوه تتهلل لهذا القول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ويا ليت أن علماء السلف أو علماء أخواننا السلفية يأخذون بهذا القول، يتركون الأمة فيها ما فيها. فنسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العفو والسلامة. يا إخواني، قواعد كثيرة عندنا، لازم المذهب ليس بمذهب، ممكن الأخذ بقواعد العذر بالجهل في العقيدة، وهذه قالوا بها ابن تيمية وغيره، ابن عثيمين وغيره، العذر بالجهل، العذر بالتاويل، العذر بالخطأ. فهذه من علماء كبار علماء الأمة من قال بالعذر بالجهل في العقيدة، ناهيك عن الفقه، العذر بالتاويل في العقيدة، العذر بالخطأ في العقيدة، هذه كلها مخارج. ولعلنا نأتي إن شاء الله ونذكر العلماء الذين قالوا بهذا الكلام. وهناك يا إخواني كذلك ثقافة الفرقة الناجية، هذه من المشاكل الإشكالية التي فرقت الأمة، كل واحد يريد يعمل نفسه فرقة ناجية للأسف الشديد، مع أن حديث الفرق من صححه لشواهده، وهناك من العلماء من ضعفوا، وهناك من أولوا، هناك من أول حديث، هناك أمة الدعوة وهناك أمة الإجابة. فقال الافتراق كان في أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فأصولها ثابتة، ربنا واحد جل جلاله، ونبينا واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، ونؤمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان. فموضوع الفرقة الناجية هذا من الأولى إنه من أخذ بتصحيح الحديث الأولى أن يؤوله، وإلا أنا حقيقة أميل إلى أنه الحديث هذا يعني ضعيف ويعارض ظاهر القرآن. الله سبحانه وتعالى لذلك قال بعض الفضلاء من الدعاة والعلماء جزاه الله خيرا عبارة جميلة، يقول يريد القرآن، شوف تأملوا في هذا الكلام، يريد القرآن الإسلام في أمة. الله سبحانه وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في آية ثانية وأنا ربكم فاتقون. وهؤلاء الفرقة من الفرق خاصة السلفية وغيرهم من أدعياء السلفية وغيرهم، يريدون هم بس الفرقة الناجية، يريدون الفرقة، حديث الفرق، يريدون الإسلام في فرقة. الله يريد الإسلام في أمة، وهؤلاء يريد الإسلام في فرقة. يريد القرآن الإسلام في أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وهؤلاء يريد أن يختزلوا الإسلام في فرقة. لهذا مع أن إشكالية الحديث هذا، فهذه إشكالية الأمة، نسأل الله العفو والسلامة، وهذا وباء كبير. نسأل الله أن يجمع الأمة وأن يجمع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يجمع الأمة على الخير، نسأل الله أن يجمع الأمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.